كالعادة قبل ما نبتدي قصتنا نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بتقولي أنا دلوقتي كنت متجوزة من شخص وعشت معاه 8 سنين ودلوقتي توفاه الله، ربنا يرحمه ويرحم أمتنا جميعا. كنا عايشين في شقة إيجار وماشيين اليوم بيومه. بعد وفاته رحت عشت عند بيت أهلي وبعت العفش بتاعي حتة حتة علشان أصرف على أولادي منه. واهلي الله يسامحهم رافضين ان انا اشتغل. المهم عشت معاهم 3 سنين، كانوا اسود 3 سنين في حياتي حرفيا. ليه كده بس؟ لان معايا جوز ربنا لا يصلح حاله. المهم اتقدم لي شخص اكبر مني ب20 سنة. ليه كده؟ لا اوعي توافقي. وكان شرطي الوحيد عيالي خط احمر، وهو وافق وعمل لي البحر طحينة. طبعا ما لازم يعمل لك البحر طحينة. المهم بتقولي اتجوزنا وهو الحمد لله ميسور الحال، بس برضو عايشين في شقة ايجار. المهم اخدت عيالي طبعا معايا، بقى بيضربهم على كل اي حاجة، على اتفه الاسباب يمسكهم يضربهم هما الاتنين. وعملت معاه مشاكل كتير قوي وبقف قصاده طبعا وهو بيضرب عيالي علشان ما يمدش ايده على عيالي، وبفضل ازعل واتقمص واغضب واعمل كل ما يعمل علشان بس ما يمدش ايده على عيالي. وامبارح طلبت الطلاق منه، بس مش عارفة اعيش ازاي بعيالي لان ابويا متوفي واخويا الوحيد برضو متوفي ومليش حد غير امي وجوزها. ومن رابع المستحيلات اروح اعيش مع جوز امي تاني. بالله عليكي اعتبريني اختك وانصحيني. هو بقى بيكره ولادي قوي وهم ايتام، وانا حاليا بقيت 30 سنة وبنتي عندها 8 سنين وابني عنده 5 سنين وبيضربهم ضرب وحش قوي، ربنا ينتقم منه. انتي قوليلي اتصرف ازاي؟ انا هقولك تتصرفي ازاي. تطلعي من الراجل اللي اكبر منك ب20 سنة، ده اول حاجة. تاني حاجة هتشوفي ان شاء الله حتى لو اوضة وحمام وتلمي عيالك فيها وتنزلي تشتغلي. حتى لو هيبقى شغل من البيت مش لازم تنزلي تشتغلي وتسيبيهم، وسيبك خالص من امك وجوزها والناس دي خالص، لان محدش هيشيل هم حد. تمام؟ واديكي روحتي عشتي معاهم 3 سنين، كانوا اسود 3 سنين في حياتك. فانتي لسه صغيرة، لسه عندك 30 سنة، لسه صغيرة. فانزلي اشتغلي اشتغلي اشتغلي، قلتها لك 3 مرات عشان تقومي تتحركي، لان ما فيش حد هيصرف عليكي. واللي يقولك ما تشتغليش قولي له هتصرف انت على عيالي، هيحط الجزم في بقه ومش هينطق. فمحدش هيشيل همك غير نفسك. فتروحي تشتغلي وتصرفي على عيالك، ولو مش هينفع تنزلي تشتغلي وتسيبيهم اشتغلي في البيت. في شغل كتير قوي اونلاين، في شغل كتير قوي على النت. دوري على النت واشتغلي، اشتغلي اي شغلانه. المهم ما تسيبيش حد يتحكم فيكي، وشغلك ده هو اللي هينصفك، وهو شغلك ده اللي مش هيخلي حد يتحكم فيكي، شغلك ده اللي مش هيخلي صباعك تحت ضرس حد، شغلك ده اللي مش هيخلي حد يمسك عيالك يمرمطهم قدامك وانت مش قادرة تفتحي بقك علشان خاطر ده اللي بيصرف عليا وده اللي معيشني في شقة ايجار. طب ما شقة ايجار بشقة ايجار، خديلك حتى لو اوضة وحمام وعيشي فيها انت وعيالك بكرامتك. وما تفكريش خالص في الجواز دلوقتي، واستني كده وخدي هدنة، ولما تبدأي تقفي على رجلك فكري بقى في الجواز وشوفي بقى عيالك ويبقى معاكي رأس مال بتدخلك كل شهر. بس ده انا لو اختي هنصحها بالنصيحة دي، واتمنى لك طبعا صلاح الحال، وان شاء الله ربنا يرزقك بابن الحلال واتطلقي من الراجل ده، لانه مستنيه ايه يعني؟ هو دول عيال مش عياله، فهيمسكهم يمرمطهم كل دقيقة والتانية. فلا، اقطعي بقى الشك باليقين وقولوا له مع السلامة. ومع السلامة انتوا كمان. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. باي باي.